وهنا غالياتي طبعا طلعت اخذت بعض الشغلات اللي ما كملت استقبالي بيها، كان ببالي يمها. شوف اخذت هذا ب5 بنات من شارع العلاوي او سوق العلاوي. شوفوا بنات هاي فتحته طبعا كلش توب، كان ببالي غير واحد والله صار، بس هم مو مشكلة. هذا اجا ويا المبخرة مالتي بهاللون هذا. شوفوا بنات هاي الديزاين مال الوردات كلش عجبتني، واحدة اصغر من الثانية 3 راح اخليهن بالحائط حتى تعكس اللون الطخم مالتنا او التلبيسة. شوفوا ايش قد حلوات. عجبتني هاي الصينية همات للتقديم كلش حلوة. طبعا هاي حتى بالفرن تدخل، شوفوها كلش حلوة. هاي ب3000 طبعا بايركس بنات، لون وشكل وهيك، يعني انا كلش حابة المربعة. مربعة شنو المهم هذه. هذا القوري بنات الجميل ب10. طبعا شنو بنات اخذته مو هيك اعتباطا، دائما من يجولي خطار ويانا اهدر مرتين شاي. شوف شلون، فهذا الحجم ما عندي. تمنيت بعد شوي اكبر بس ما كان قدامي غير هذا الحجم. واني عندي حجم يعني شكلكم مال 3 عوائل 4 هيجي، فهذا وسط. فقلت مرة ثانية عود اذا الله سهل او شوف شنو. هذا الحجم كلش حلو حبيته. المهم هذا ب10,000 همات من شارع او سوق العلاوي بنات ب10. الحجم الاصغر ابو اللتر ب8. اما بالنسبة هاي القارورة ب3000 الابن يسيوف يريدها، وهاي جبتها اليه. شوفوا هي وقلاصها تمام. هذا من هاي الوردات، وهاي من المحل اللي كنت دائما اصور لكم بيه، محل الزهور اللي بالبداية البوبيات ضبط مقابيل الصيدلية. عدة مرات مصورتها لكم بنات. بنات هسه ابين لكم الفكرة اللي راح اسويها بيه. طبعا شوفوا هسه هاي ردت اغير ملات الباب اللي لونهن وردهن وردي، اغير هاي. وين هاي شوفوا لي هذا كلش حلو. هاي غصنين اخذت. طبعا هاي شنو حاليا محتارة اخليهن بنص المزهرية. المهم هسه خليكم وياي راح اشوفكم ان شاء الله شغلاتي هذني ايش راح اسوي بهم، بالاخص هذا الغصن. بعد راح نبين لكم المشتريات كلها. هاي الليفة ب1500، هاي الفرشة ب1000 دينار اخذتها تكرمون للحمام. هاي الفرش ب1000 دينار. اما هذا الجمال الخرافي شوفون، هذا ب4000. شوفون الجمال، الاكبر منه ب5. والله عجيبة الشغلات اللي تجي واحد يقول ما يشتري، بس من يشوف الجمال ما يقدر. غير انا عجبني قلاصات 2 كوابة هن القطعة ب3000. قلت غير مرة شوفوا واحد ما يقدر كل شي يشتري بنفسه. ما شوفوا الجمال الله عليكم رهيب. هاي طبعا حصة بنتي قالت مستحيل امشي ما اشتري. مستحيل البنات ما تكون لهن حصة من المكتبة. هاي حصة سمارة. اما بالنسبة للكبيرة حصتها هاي سجلات 2 ولوحات 2. خليكم وياي حتى اشوفكم ايش راح نرسم بيهن. هاي حصتي الصغيرة قصدها، وحصتها الكبيرة اثنيناتهن حصتي. ضحك علي زين. بنات هذني اللي اريد اغيرهن واخلي لهن هذا. اوكي هذا التغيير بنات. شوفوا كل اللي كلفني اياه 1000 دينار، بينما لو كنت مشتريتهن القطعة ب3000 هاي سابقا بعد ما اعرف هسه. كل اللي كلفني مثل ما قلت لكم 1000 دينار. هذا الغصن وهذا ما تبقى من الورد، يعني اقدر احطه بأي مكان أريد أغير بيه أو أسوي منه سندانة لوخ يعني. إضافة راح أغير هاي يا بنات، راح أضيف هذا. وبنات هاي شلون صارت روعة والله العظيم. هسه راح أخليهن بمكانهن. شوفوا لي هاي بنات، وهاي ايش قد حلوة صارت. هاي حلوة مو
صار اكو تناسق بين هاي وهاي. شوفوا لي هاي الرجتين، خاصة من اجيلها من هاي الصفحة فشي كلش حلوة، ما اعرف لمسة بسيطة بس لطيفة. هاي الوردات بنات هنا صار مكانهن، انا كنت متمنية غير مكان بس هناك كان يعني الكهرباء بالنص فما قدرت اصور، العفو ما قدرت ادقهن، يعني ما يصيرن بهالشكل هذا. فهنا صارت لكم على هاي الرفوف، يمكن صار لي ما اخذتهن الها، طبعا بوقتها جبت لها هاي الرف وجبت لي اني من شكل ثاني مفتوح يعني، مالتي طلع بيهن عيب كلش قوي ورجعتهن، وصار لهن يمكن سنتين ثلاثة والله ما اعرف بالضبط خطية. فكل ما هاي قالت دقوا لي اياهن دقوا لي اياهن، المرة شافت ابوها يدقته بس صيحي له، قال حدد المكان واني اجي ادقهن، وهاي دقينا لها اياه. خطية صار لها عمر. تمام، شوفوا شنو رأيكم بيه، كلش حلو بناتي، كان عاجبها تخلي هاي الاشكال مالتها، هاي كوابتها. ساني هنا دا انتظر وصول اختي. زين، والحمد لله. يا الله، اللهم صل على سمارتي دا تعدلها، هاي شكل المرجوح النهائي. شوفوا شنو رأيكم بالاصفر الله عليكم ويا الخضر؟ ها ما اعرف، انا كلش حبيت اللون، وان كان ببالي يعني فلون هيجي شعب نص الخضر، فقلت لبنتي قالت اول شي اخضر، قلت لها اخضر الزرع اخضر، فبعدين قالت قلت لها كيفك احمر، اريد الوان يعني تبرز بنص الهاي، فقالت اصفر، قلت لها وهذا اللون اللي انا راغبت له. ففعلا صار اللون روعة، ما اعرف اذا عندكم غير رأي. شوفوا الصوغة مالت اختي. طبعا شفت الفرقدين عارضهن، فقلت لها اريد منهن اثنين الي واثنين لهم زيوني، فهي جابت خطية مثل ما تشوفون، بس حصلت بس هذني كلش عمليات، هي هم اخذت لها اثنين وياهن يجي احتياط بنات. شوفوا كل وحدة وياها قطعة احتياط مالتها. تمام، وهاي الكابسة والله بعد اني ما عشان ما شفتها بالاعلان قلت لها اريدها. هاي بنات نسوي بها وصفة ان شاء الله وتشوفوها. اما بالنسبة هسه اختي فاجأتني وقالت جوارينها ربي يحفظها، احمد صديقتنا ربي يحفظها ان شاء الله ويعطيها الصحة والعافية، دازت لي هاي القطعة جعلناها على الحسين ان شاء الله بحق لا اله الا الله. وهاي اصابيعي من البارحة اليوم كل ساعة طبرة، هاي طبرة شوفوا، هاي داير ما دايرها طبعا شو اسمه، هنا اصابع اثنينهن والحمد لله. هسه هاي هنا أنا ما اعرف شنو خطية، هاي دازة طوس من هاي ست، ربي يعطيك الصحة والعافية ويحفظ اولادك وبناتك واحفادك بحق لا اله الا الله. بالنسبة لهدية اختي ما كملناها، جايبة البنات، هاي بناتي، هاي بنات الصغار، هاي بت هم زيوني، وهاي سمار، وهاي الكبيرة، جايبة الكبيرة، هنشوف الكبيرة. اوكي هسه انتي شوفيها لو انا اشوفها. ها هذا ايش قد حلو وشم، حلو. وهاي بعد ذوق اختي اعرفها ما شاء الله يخبل. وهاي شنو هديتها ايش كان حلوة، تذكرت شو اسمها، يلا متر. وهذا اللون عليك يجنن، هذا كلش حلو، هذا حجل. وهاي شوف كتاكيت البنات، كتاكيت البنات. وبعد شنو هاي، هذه شوفوا اليدين، وهذا صبغة ظافر، وهاي وهذا روعة، ايش قد حلو. يلا كل عام وانتم بألف ألف ألف خير وصحة وعافية وراحة البال وتحقيق الأمنيات بحق لا إله إلا الله. إلهي ربي ينجح كل الطلاب
ويفرح أهلهم بيهم. إلهي ربي ينور بصيرتهم ويبعد عنهم السوء ويحفظهم وين ما كانوا شباب وشابات. إلهي ربي يقضي دين كل مدين. إلهي ربي يجعلنا وإياكم من حجاج بيت الله الحرام. إلهي وأنت جاهي يا رب تنطي كل إنسان عنده حاجة يمك تقضيها بحق هاي الأيام المباركة. يا رب يا رب اجعل أيامنا أمان وراحة بال، وارزقنا الصحة والعافية يا إلهي. إلهي وأنت جاهي وأنت غايتي وابتغاي يا رب تقضي دين كل مدين، وتجعل كل إنسان ما عنده بيت ترزق البيت اللي يريده يا رب، ويكون عتبة خير عليه. إلهي بحق لا إله إلا الله تشافي كل مريض وترحم موتانا وموتى جميع المسلمين يا رب العالمين. طبعا بنات هنا عندي خطار وأريد أطلع، ريقتها على السريع. وش تسوين إذا أنت لازم تطلعين وياهم ولازم بنفس الوقت تغديهم؟ فحضر ويردون منك مقلوبة. شوفوا هذا كله فحضرت هنا شغلات المقلوبة، وهنا غسلت التمن، وفوق كل هذا وقفت أدعي لكم يعني. وشوفوا وهذا دجاجي على النار والحمد لله. طبعا سويته قبل لا أتريق حتى أطفي عليه النار. طبعا ضفت له بنات هسه ملح، وبين ما أجهز نفسي أجي أطفي عليه النار. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا هذا همات بنات راح أخلي له ملح حتى بس أجي مباشرة أباشر وأقلي. طبعا هنا بعد ما رجعت باشرت بالقلي، ومثل ما تشوفون راح أصفي هنا الدجاج ما راح أقليه، راح أخليه يتقسب بالفرن. طبعا حمصت الدجاج مثل ما قلت لكم بالفرن تمام. وهنا خاله مية دجاج مية مية دجاج، وهاي المكونات بعد ما قليناها. وطبعا هذا الصوص اللي راح أخليه على المكونات عبارة عن دبس الرمان ومعجون ومية دجاج نفسه تمام. والبهارات بهارات مكعب الماجي وفلفل أسود ونومي بصرة مطحونة وقليل من الكركم. هاي شنو؟ هاي راح تنطيها طراوة ونكهة روعة تمام. نصها أخليها على المكونات وقليل أخليه على التمن. هنا غالياتي هاي التشويحة للتمن، خليت له بصل وهيل. وهنا الصلصة فضيتها على هاي جدر مقلوبة كمل والحمد لله. تهدير على نار هادئة نص ساعة ربع ساعة ثلث ساعة حسب ناركم. مش سلاحك يوسف تعبان اخوي. اللهم صل على محمد وآل محمد.